انا دبابيس الفراخ دي بسم الله ما شاء الله انا جايباها وغسلها كويس جدا طبعا بالمحلول الماء والميه والملح والجنزبيل والطحينه والدقيق. خلاص، وجبت الدبابيس دي شرحتها، هي مش باينه عشان ايه التتبيله بتاعتها حطيتها فيها اهي، مقطعاها وعامله التتبيله. طبعا انا نزلتها قبل كده على القناه، اللي هي طماطمايه، فلفلايه، بصله، دبس رمان. ما عندكيش دبس رمان حطي عسل اسود، معلقه عسل اسود. ما فيش معلقه عسل اسود حطي معلقه سكر. الجيش بيقول لك اتصرفي. ها، وما تنسوش اللايكات يا حبايبي. وعندي البصله مقطعاها وحط عليها ملح وفلفل ودعكاها، وفلفل رومي احمر وفلفل رومي اصفر او اخضر عادي، اللي موجود عندك المتوفر حطيه. خلاص، وعندي صينيه مدهونه طبعا دهنها بالزيت، وبعد كده هشويها في الفرن لان انا عندي شوربه طبعا للمحشي. ولما اخلص بقى ان شاء الله باذن الله هوريهولكم. انا هقلب بقى طبعا الفلفل هنا في الصينيه، وهحط فوقيه هرصص فوقيه الفراخ، وحطها فيها برضو معلقه زيت. ولما اخلص خالص بقى هوريها لكم ان شاء الله. النهارده هنتغدى بقى محشي مشكل، ودي بقى الخلطه دي انا هقول لكم انا هعمل بها ايه دلوقتي. ورق خس عاملاه احجبه زي ما احنا شايفين، والباذنجان والكوسه. وعندي شوربه في قلب الفريزر. فالدبابيس الفراخ اللي انا هعملها بقى ايه مشويه في الفرن، طالما انا عندي شوربه موجوده. هوريكم بقى نعمل ايه بقى في الفراخ اللي جايه اهو. بسم الله ما شاء الله، رصصتهم في قلب الصينيه اهي، وانا مولعه على الفرن، وهبدا ادخلهم بقى في الفرن، وبعد كده هنشوفهم ان شاء الله باذن الله لما اخلصهم خالص. ايه رايكم بقى؟ خلصت اهو المحشي اللذيذ الجميل بتاعنا، احلى الاكلات في الشتاء. وعندنا الباذنجان محدقه اهو، طماطم برضو، الليمون ده انا اللي عاملاه، ودي دبابيس الفراخ اهي. والصوص اللي نازل منها ده بقى بالبصل والبتاع دي طعمه روعه. ما تنسوش بقى اللايكات يا اجمل متابعين عندي. واقول لكم ايه، اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.